يمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة. مشاهدينا معنا دلوقتي في اتصال تليفوني الناقد الفني أحمد سعد الدين عشان نعرف منه تفاصيل أكتر. أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، أهلا بيك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك الأسباب اللي بيتم على أساسها اختيار عمل ليشارك في المسابقة الرسمية. أول حاجة هو لازم عشان نعرف أن مهرجان أسوان هو مهرجان متخصص في سينما المرأة. على هذا الأساس لابد أن تكون الأفلام المتقدمة للاشتراك في المهرجان لابد أن هي تكون بتمس شيء مهم جدا داخل حياة المرأة، سواء كان مع المرأة أو ضدها مش مشكلة. الأهم أن هي بتعرض أمور تمس حياة المرأة. بعد كده لما بيجي يدخل أكتر من فيلم أو عدد كبير من الأفلام بيتم التصفية من لجنة المشاهدة. هنا بيتم تصنيف هذا الفيلم. القصة قصة بتناقش حياة المرأة، لكن باقي مستويات العمل أو باقي عناصر العمل، هل هي جيدة؟ هل هي ممتازة؟ هل هي جيدة جدا؟ هنا بيتم بقى إيه الفارق بقى اللي أنا أقول الفيلم ده هيروح مسابقة والفيلم ده ممكن يعرض على هامش المهرجان، بالإضافة إلى سنة صنع هذا الفيلم. بمعنى ان انا المهرجان مثلا بياخد الافلام او بيقبل الافلام اللي اتصنعت في 2016 2015. نفترض ان انا عندي 2013 فيلم جيد جدا كان بيحكي عن مشكلة من مشاكل المرأة، ممكن يعرض على هامش المهرجان لكن لا يدخل في المسابقة الرسمية. الفيلم النهارده اللي بنتكلم عنه هو أخضر يابس. الفيلم ده التجربة الأولى لمؤلفه ومخرجه محمد حماد، وكمان التجربة الأولى لوجه جديد هو هبة علي اللي بتشارك في العمل ده. ورغم كده هو شارك في مهرجانات دولية قبل كده، وكمان يمكن اخرها مهرجان دبي السينمائي، والنهارده بيشارك كمان في مهرجان اسوان. يا ريت حضرتك تكلمنا يعني ايه السبب اللي خلى رغم ان هو فيلم جديد كمان لوجوه شابه وجديده الا ان هو له اكتر من مشاركه. يعني احنا لو اتكلمنا على اخضر يابس انا محتاج اتكلم على نقطتين مهمين. اول حاجه لما بلاقي ان ده عمل اول للمخرج والمؤلف بلاقي او دايما بشعر ان العمل الاول بيبقى المخرج او المؤلف عايز يحط كل حاجه داخل هذا العمل، بيبقى عنده حماس كبير جدا. على هذا الاساس بيبقى يعني عارفه اللي هو ايه، في ساعات كده نقول احنا حمى البدايه. حمى البدايه يعني عايز يحط كل خبرته وكل ما تعلمه واماله وطموحاته في العمل الاول. لما بيكون متأني في خطواته فبيظهر العمل بشكل جيد. يعني لما بيكون محضر للشغل كويس، محضر للسيناريو كويس، محضر للإخراج، هنا بيخرج العمل جيد. بدليل انه شارك في اكتر من مهرجان واخرها مهرجان دبي الاخير اللي معظم المصريين ما كانوش يعرفوا اسم محمد حماد غير لما فاز بالجائزة. يعني كله ما كانش يعرف اصلا ان في فيلم مصري مشارك في مسابقة المهر الذهبي الا لما فاز بجائزة. معنى ان هو فاز بجائزة اذا ان عندي مواصفات عمل فني جيدة، من التصوير، من الاخراج، من التمثيل، من السيناريو، من كل عناصر العمل ماشيه بشكل جيد. احنا بنشكر حضرتك على تواجدك النهارده معانا في فلاش واتصالك الهاتفي بينا، احنا سعداء جدا، وطبعا بنتمنى كل التوفيق لأسرة فيلم وابطال فيلم اخضر يابس، وكمان للمهرجان، وخصوصا ان هو مهرجان بينصف المراه وبيظهرها بالمظهر الايجابي او بيظهر الجانب الايجابي للمراه ودورها في المجتمع المصري. نورتنا النهارده. شكرا يا فندم، الف شكرا. كان معنا في اتصال هاتفي الناقد الفني احمد سعد الدين. مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي قناه نايل دراما، خلص وقت حلقتنا النهارده. يا رب اخبارنا ولقاءاتنا تكون عجبت حضراتكم. بكره لقاءات اكتر وكمان اخبار جديده خاصه بفلاش. تحياتي. Thank you.